49 ازاي حضرتك؟ درجة الحرارة 49 يعني انا ازاي ابقى بقالي 20 سنة بخدم في مصر هنا؟ ما العيشة في مصر خدمة، ازاي بقالي 20 سنة وتيجي عليا درجة الحرارة 49؟ يعني ده انا عمري ما جبت في امتحان فاينل 49 يعني. فاينل انا عمري ما جبت في امتحان ثانوية 49، ازاي 49؟ وبعدين يعني المشكلة ان الجو ما انت بتفهمش، هو ولا حر ولا صهر، هو حاجة في النص، عاملة زي السشوار. يعني تحس ان حد كده طلع بطيارات هليكوبتر فتح سشوار على الباب اللي هو موتوا يا ولاد الكلب، فاهم؟ سيحوا. والمشكله اكتر ان في هوا، هو في هوا بس سخن. يعني الهوا بيجي كده يخبط في وشك، تحس ان انت بتسيح كده، بتسيح هتنزل فجاه تبقى كريم كراميل على الارض. يعني حاجه غريبه جدا. الاسوأ من كده ان انا يعني عرفت ان درجه حراره السعوديه اللي هي دايما بتبقى اصلا فوق ال 50 وال 60 والحاجات الغريبه دي، النهارده هم 39 واحنا 49. هو انتوا خدتوا الجزيرتين بالجو ولا ايه؟ يعني ما تسيبوا لنا حاجه، ده ايه ده؟ وبعدين مفيش اصعب من احساس ان انت تفتح حنفيه المايه الساقعه فتنزل مايه سخنه. هي بتجبرك، هي كده، هو انا هنزل مايه سخنه، مش عاجبك ما تغسلش وشك، انت فاهم؟ بس الحنفيه عادي يعني، لكن في حاجات تانية مش عادي تيجي تفتحها كده وانت، ما انا انسان، يعني انا انسان تمام، فطبيعي باكل وبشرب، فطبيعي بخش الحمام. فالمشكله مش في كده، المشكله ان انا لما بقعد بقى وبمسك حاجه كده على شمالي، انت فاهم، وبفتحها هوبا بقيت بقى نقله فوق، نقله فوق في السما بسيح يا جماعه يعني. مش فاهم ليه. وبعدين المنظر العام باظ، يعني المنظر العام بتاع البلد باظ. يعني تخيل حضرتك انا ابقى قاعد كده قدام الشباك زي ما انا بصور الفيديو دلوقتي، وفي قدامي عماره، العماره دي 14 دور، كل دور فيه اربع شقق، حلو. تخيل بقى حضرتك اربع شقق كل واحد واقف في البلكونه بغيارات بيضه زي دي. يعني شوف المأساة اللي انا بعيشها، تحس ان انت ساكن قدام كوتونيل، اقسم بالله حاجه غريبه جدا. يا استاذ محمد، اه مقاس اربعة، لا قطع 25 جنيه. هتجيب لي حماده؟ ما معلش بس ثواني عشان استاذ محمد بيستفسر على حاجه باي باي.